السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم وصفة حلوة جدا وسهلة وبسيطة تنفع معانا للفطار وللعشاء. ما شاء الله عليها، طعم وريحة في منتهى الجمال. بس تابع معايا الفيديو للآخر وما تنسوش تحط اللايك. يلا نسمي بالله. جبت طاسة على النار، حطيت فيها شوية زيت ومكعب صغير كده من الزبدة يسيح، والزيت مع الزبدة يسخنوا كويس جدا. ومعايا حبايتين كبار كده من البطاطس، الكمية اللي انت عايزاها. قشرتها وقطعتها مكعبات صغيرة بالشكل ده. نحمرهم كده، نقلبها كده في الزيت شوية ونغطيها عشان تستوي معانا، ونشوح فيها برضو من وقت للتاني كده. مش هتاخد معاكي وقت خالص عشان هي متقطعة مكعبات صغيرة بالشكل ده. حلوة جدا وسهلة وبسيطة خالص. نرجع نغطيها تاني برضو علشان تستوي معانا. هنا خلاص دخلت معايا في السوا اهي. نجيب بقى بصلايه متقطعه مكعبات، بصلايه يعني صغيره كده قطعتها مكعبات، ونشوحها برضو مع البطاطس، ونرجع نغطي عليها تاني عشان البخار يسوي معاك البطاطس ويسوي معانا البصله ويدبلها. هنا خلاص البصله بدأت تدبل معانا وبدأت تاخد لون خفيف كده. نديها تقليبه كويسه، وبعد كده نجيب حبايه فلفل رومي او فلفل حامي اللي انت عايزاه. قطعتها مكعبات صغيره واحطها برضو واشوح فيها شويه بالشكل ده. ده فلفل رومي على نص قرن شطه كده، بيدي ريحه حلوه جدا وطعم فوق الجمال. نشوحه برضو شويه على نار متوسطه. وجهزت معايا برضو حبايتين من الطماطم، حبايتين حلوين كده، قطعتهم مكعبات صغيره بالشكل ده. حطيتهم برضو ونشوح فيها، ونرجع نغطيها تاني لغاية ما الطماطم تدبل معانا خالص. اهو غطيها لغاية ما الطماطم تدبل معاكي خالص كده في الطاسة على نار هادية. هنا بعد ما الطماطم اهي نشفت معايا من اي سوائل فيها، نديها تقليبة، وبعد كده بقى نجيب لها التوابل اللي موجودة عندك حطيها. انا حطيت ملح، رشة شطة، كمون، كزبرة وبابريكا، ربع معلقة من كل حاجة. الشطة دي على حسب ذوقك برضه. ونقلب كويس جدا. ريحتها بقى الله اكبر عليها. وجبت بقى عودين كده من الكزبرة او البقدونس اللي موجود عندك، بتدي ريحة حلوة برضو. انا حطيت ده اللي انا حطيتها دي كزبرة خضراء. عملت بقى مكان هنا للبيض. البيض برضو الكمية اللي ترجع لك انتي. انا البيض اللي عندي ده بلدي فكان صغير، فحطيت 5 منه. يعني ممكن تحطي 2، ممكن تحطي 3، 4، اللي موجود عندك اعملي بيه. حطيت البيض بالشكل ده، يا دوبك افقع بس الصفارة كده اقلبها بالشكل ده. ارش عليها بقى رشة ملح ورشة فلفل اسود. هنا بحط رشة فلفل اسود، وحطيت رشة ملح كده عشان تطعم معايا البيض. وهنا دي بقى معايا جبنة موتزاريلا، جبنة رومي، اللي موجود عندك اعملي بيه. نغطيها بس ثواني كده، هتلاقي الجبنة ساحت.